هلا وهلا. شلونكم؟ شخباركم؟ أهلا وسهلا بمتابعينا الجدد والقديمين. اليوم راح نسوي القص. طبعا أول ما بلشنا خلينا الشحم هنا، نخليه ما نريد نضيف له أي زيوت عاد الشحم هذا، نظل نحبس بيه لحد ما يطلع الدهن ماله كله، وبعدين نضيف اللحم عليه. سباشا راح يطلع الدهن شوية شوية. طبعا هاي الطريقة جربوها وعلى ضمانتي أطيب حتى من القص اللي تاكلونه من برا، كلش 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 طيب. يعني أني على ضمانتي دا أقول لكم. ما تشوفون شلون قام يطلع الدهن مالته، واو شلون ما. هنا ضفت اللحم. طبعا هنا لما ثرمته كان شوية جامد فتكسر عندي، واو مثل المرد. نظل نقلب بيه شوية، بعدين نضيف له التوابل. هسه اني هنا كل شي ما حاطه، بس الشحم واللحم، نهائي ما حاطه اي شي ثاني مثل ما تشوفون. طبعا لا تنسون الاشتراك بالقناة، اتمنى من الكل يعني تشتركوا بالقناة وتشاركوها لأصدقائكم وأحبابكم حتى يوصلكم كل ما هو جديد. طرحوا علي شنو تحبون أسوي لكم، شنو طبخات. هاي هنا عندنا الزنجبيل والثوم، وطبعا البصل الباودر واللامندوزي رشة، وملح. طبعا هاي البهارات فقط، نهائي لا تحطون غير شي، فقط زنجبيل وثوم باودر وبصل باودر واللامندوزي. أنا هنا راح أضيف برشة ليمون لأنه تعطي طعم ونكهة تخبل. بس شوية يطبخ ونضيف لحنة. لا تنسون اللايك والاشتراك وكومنتات حلوة مثلكم. طبعا أنا أرد على كل التعليقات وأقرأ كل التعليقات. هاي هنا ضفت الملح مثل ما تشوفون. طبعا هذا أطيب قص عراقي، أطيب شي. هاي هنا ضفت البرش باو، يعني برشة خفيفة بس على مود تعطي نكهة شوية أطيب. انتو شلون تحبون تاكلونه اكلوه يعني بالطريقة اللي تعجبكم، بس ينشف هذا المي نخليه بصحن التقديم ونقدمه. هاي السوائل طبعا كلها حموضة وبهارات، فراح تنضاف الى القص، يعني هو يمتصها ينطي طعم اجمل واطيب. باو شوفوا هنا دا اشوفكم اياه شلون متكسر اللحم. كل ما نقلبه كل ما تزيد السوائل وترجع تمتصه. هنا شلون امتصه، بقت قليل جدا سوائل، احنا ما نريد هاي السوائل. هاي هنا بدنا نضيفه بصحن التقديم. طبعا بديت اضيفه. باو شكله ومنظره شلون يشهي. طبعا والله عن تجربة أطيب قص هذا. سهمكم العافية يا ربي، وألف ألف ألف عافية.